صباح الخير يا أصحابي أو مساء الخير حسب ما يوصل لكم الفيديو. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحقيقة أنا عايزة أشارك معاكم يعني بعض القصص أو بعض المعلومات، يعني اللي أنا أعرفها عن الشغل في الخليج أو تجارب ناس أصدقائي أو تجارب شفتها أو سمعت عنها بخصوص الشغل في الخليج وتحديدا في دولة الإمارات يعني. طيب انا ليه بعمل الفيديو ده؟ لان يعني كنت شفت فيديو على اليوتيوب لحد يعني بيتكلم عن شاب صغير يعني حوالي في العشرينات، سافر الخليج تحديدا دولة الامارات، وكان لابس كاجوال وعامل شعره كيرلي. هو تقريبا بيشتغل يعني فوتوغرافر او حاجة شبه كده، وبيقول يا جدعان ده انا خلصت فلوسي وهنام في الشارع ومعيش فلوس اكل، لو حد يعرف شغل يقول لي. وطالع على التيك توك يقول كده يعني. الحد اللي هو اليوتيوبر ده وجه له رسالة، يعني هو تقريبا حد قاعد في امريكا او بيسافر كتير وعنده خبرات يعني. راح قال له اولا انت ليه تعمل في نفسك كده؟ انت اصلا ما كانش ينفع تخرج من مصر وانت مش رايح على العقد. ثانيا ما ينفعش تروح تمشي تدور على شغل كده وتدخل الاماكن وتقول للناس انا عايز شغل. آه تالت حاجة لازم يبقى معاك اللغة بتاعتك الإنجليزية تكون يعني معقولة ان انت تتكلم. ما ينفعش ان انت تروح تتكلم عربي كده وانت معكش لغة. وكان دايما يقول له يعني كان دايما في طول الفيديو يقول يا جماعة اللبس الفورمال ما ينفعش ان انت تروح تدور على شغل وانت يعني لابس كاجوال وعامل شعرك بالطريقة دي. كل دي اصلا سلوكيات غلط وانت رايح ان انت تدور على شغل تحديدا في الخليج او في الامارات زي ما الولد ده كان موجود. انا بعمل الفيديو ده ليه او بتكلم ليه؟ عشان اشارك المعلومات دي واقول تجارب ناس ليا. يا جماعة، الناس اللي بتروح تدور من اجل انها تدور تعمل فيزا سياحة وتقعد، الموضوع ده فكسان خالص. الا بقى لو حد معاه فلوس زيادة عن حاجته ورايح سياحة، فعلا رايح سياحة وبيدور بالمرة، يعني جت ما جاتش ما جاتش. انما حد يطلع من البلد وهو اصلا ما عندوش مصدر يعني شغل هنا اصلا يعني، ومعاه فلوس او دبر فلوس او استلف فلوس ويروح بيها يغامر كده، طب ما هو معرض ان هو يتبهدل وفلوسه تخلص وما يلاقيش ياكل، وكمان يا يلاقي حد يساعده يا ما يلاقيش. طب وليه يعني؟ طب ما انت لو كان معاك يعني الفلوس اللي كانت معاك او الاموال اللي كانت معاك هنا، طب ما كنت تحاول تعمل بيها حاجة هنا. اللي بيسمع او بيتفرج عليا هيقول طب ما هو لو كان عارف يعمل حاجة هنا ما كانش يفكر يسافر. طيب المبلغ اصلا يعني فرق العملة كبير، يعني لما واحد يستلف 50,000 ولا 100,000 عشان يروح يغامر، طب انت فرقت ايه عن اللي بيروح يلعب قمار؟ معلش يعني، انت فرقت ايه عنه؟ طب لو انت حتى الناس اللي بتروح تغامر دي ماشي، في ناس قلبها ميت وبتحب تغامر، واللي ملوش قلب ملوش رزق على رأي محمد رمضان والكلام ده، ماشي جميل. بس الكلام ده لو انت عندك حد صاحبك هيشيل من عليك السكن او هيشيل يعني هيخفف عليك موضوع يعني انا اعرف ان الاكل هناك مش غالي، انا فاهمه المعلومه دي، بس انك تغامر كده ومفيش عقد ومفيش حاجه ومعرض انك تنام في الشارع وتجوع، طب ليه؟ طب ليه يعني؟ وبشوف ناس كده بيأجروا سرير في اوضه، يبقى 4 5 في الاوضه طب ماشي، الطموح حلو ان انتوا تسافروا، حاجه جميله وما بقصدش حاجه والله، بس ليه يعني؟ ايه اللي يخليك تتبهدل؟ يعني اي بني ادم ايه اللي يحط في دماغه ان هو يتبهدل دين ويتبهدل يطرد او ان هو ما يلاقيش اكل او يمشي في الشارع او ينام في الشارع؟ ليه يعني ليه الناس بتفكر كده؟ ليه ما بتشتريش نفسها على الاقل ان هي تروح على عقد؟
يعني انا برضو يعني احكي لكم قصة بتاعت اتنين من زمايلي او تلاتة. حد زميلنا يعني مخرج وكان خاطب، وبرضو ما كانش متوفق في شغل، راح استلف مبلغ كبير وراح ورجع. حد برضو تاني قريبنا يعني شغله مستقر هنا وعنده بيزنس ما شاء الله، برضو راح ورجع مفيش، رايح يدور كده. القصة التالتة بتاعت صديقة ليا دي بقى كانت رايحة على عقد، وكان عقد معقول، وكانت طالعة من خسارة بيزنس كبير، كانت فاتحة محل يعني وعليها زي ديون. راحت على عقد كويس بس ما كانش عاجبها الشغل، يعني الدنيا كانت صعبة والحر كان فظيع، ما كانتش متعودة على حر الخليج. كانت قاعدة في بلد زي شرم، كان شغل، كانت فاتحة محل هناك، فنفسيا تعبت فنزلت. وكانت في دبي، وقالت انا مش قادرة، ما قدرتش ان انا اكمل يعني، ونزلت. ادي كده 3 قصص، بس دي كانت رايحة على العقد وما قدرتش تستحمل، وكان عقدها سنتين، ونزلت مصر بعد سنة. دي هي الوحيدة اللي طلعت بطريقة صحيحة بس ما كملتش. فاللي انا عايزة اقوله ايه يعني، لو حد حابب ان هو يروح على عقد 2، لو حابب يغامر يغامر نص مغامرة، يعني على الاقل عندك حد هناك هتقعد عنده، قريب صديق، وده بيبقى نادر جدا يعني. 3، الواحد يشتغل على نفسه كلغة، كمظهر، يلبس فورمال او يتعلم البادي لانجوج زي ما قلت في فيديو كنت هنزله ان شاء الله، ويتعلم ان هو مهارات الانترفيو. او لو هو عايز يستثمر ويكون جاهز مثلا يفتح حاجة هناك، برضو يكون دارس يعني، الموضوع ما يبقاش ايه، مغامرة. وبعدين في ناس برضو ممكن تكون بقالها فترة بتجهز نفسها وبتاخد كورسات او كده، يعني دي خطوة كويسة، ما تعتبروش ان دي يعني حاجة. تاني حاجة يا جماعة، من الناس اللي بقالها فترة كبيرة شغالة على نفسها او بتاخد كورسات ولسه يعني، او بتحاول انها تفكر تعمل حاجة ولسه ربنا ما وفقهاش، يعني احب اقول يعني بلاش يا جماعة نجلد نفسنا او تجلدوا نفسكم، لان يعني كل حاجة ليها تحضيرات عند ربنا وليها نصيب، وكل حاجة هتيجي في وقتها. بس طالما الانسان بيعمل اللي عليه وبيحاول وبيجتهد، اكيد في يوم من الايام ربنا هيوفقه. ونيجي يعني احسن قصة في القرآن ربنا ذكر فيها يعني حاجة شبه كده، هي قصة سيدنا يوسف. يعني ربنا عشان يعده ويجهزه يبقى عزيز مصر خد يعني كتير جدا، يعني قعد لغاية لما بقى تقريبا، مؤرخين بيقولوا يعني بقى عزيز مصر وهو عنده 40 سنة. وسيدنا محمد برضو في نفس السن تقريبا بلغ الرسالة. فياريت يا جماعة بجد يعني الأمور ما تتخدش كده، يعني ما تتخدش ان الواحد يجلد نفسه او يبهدل نفسه. زي برضو الناس اللي بتجيب مجموع في ثانوية عامة مش كويس وتروح تنتحر. يا جماعة لا، يعني الموضوع مش كده خالص. بعدين لازم الإنسان يفكر في الأول وفي الآخر قبل كل شيء ان هو يرضي ربنا، يعني حتى قبل ما يفكر في طموحه او اهدافه الحياتية الدنيوية، ان هو طبعا لما يرضي ربنا في المقام الاول ربنا اكيد هيوفقه في باقي الاهداف بتاعته. وبس، وده يعني كانت الخطيرة اللي حبيت اشاركها ومعاكم، وربنا ان شاء الله يوفقنا جميعا، واشوفكم على خير في فيديو تاني وبس كده.